السلام عليكم، ازيكم في فيديو جديد على قناة يوسف صلاح 3D. طيب، الفيديو دوت هنكمل البارت الاولاني من ازاي تعمل علبة نيفيا على برنامج بلندر. وانا بتأسف ان أنا اتأخرت عليكم عشان بقى المدارس بدأت بقى ودروس وتقييمات واولى ثانوي بقى وكده. فايه نخش في الفيديو عشان ما اطولش عليكم كالعادة. متنساش بقى اللايك والسبسكرايب ويلا بينا. طيب، اولا في الفيديو دوت هنشوف ازاي نحط الليبلز، وهنشوف ازاي نعمل الكريم اللي جوه واللي هي الالومنيوم اللي بتبقى فوق، وهنشوف ازاي نعمل الحركة. وفيها يكون في بارت 3 هنشوف ازاي نعمل فيه السيموليشن لو هنخلي الكريم بقى يطلع بقى وحركات وشقلباظات. تمام، فيلا بينا. بص معايا، اول حاجة احنا هنحط الليبل اللي هو بيكون فوق الغطا. فانت هتيجي كده للغطا هتدوس سلاش بس قبل ما اعمل حاجة. طيب، بص بقى، انت اول حاجه هتدوس شيفت A. بعد كده هتروح هتجيب ميش بلان، وهنروح نجيب فين. طيب اهو، انت هتلاقيه حاطط لك الليبل دوت تحت في الديسكريبشن. هتدوس RX ثانيه، هتدوس RY90، تطلع بيه لفوق كده، تقوم جاي هنا كده. حلو، وتقوم دايس SX او نيجاتيف 1، تقوم دايس RZ، وتبدأ ان انت ايه تلفه بالشكل ده نيجاتيف 180. بعد كده هتنزله تحت بالشكل ده، عمله كده صغير شوية، وتقوم جاي هنا عند الليبل تنزله سيكا، وتقوم بقى ايه جاي هنا وهنا كنترول جي بالشكل ده. حلو، بس قبل ما تعمل كنترول جي، اول حاجة انت لازم تعمل ابلاي للغطا. فانا هاخد منه نسخة، هاخد منه شيفت دي بس هخفيه بالشكل ده عشان لو حصل حاجة يعني ايه يكون فيه نسخة. فهتدوس هنا كنترول A، تقوم جاي هنا تدوس على الليبل كنترول جي بالشكل ده علشان يبقى لازق في الغطا، وتدوس سلاش وتنزل كده لتحت بالشكل ده. تمام، دوت كده الليبل اللي فوق. طيب، بص بقى، بعد ما حطينا الملصق اللي فوق عايزين نحط الملصقات اللي هي بتبقى على الجنب دي. فهتدوس شيفت A، بعد كده تدوس مش بلين، وتنزل تنزل 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 هتلاقيني حاطه فين اهو. هو ده، تاخد دوت import، تدوس اس كده اس اكس نيجاتيف 1، مش اكس بقى، اس واي نيجاتيف 1 بالشكل ده. وجايبها جي، ونروح بس الاول عند الفرونت فيو عشان نشوف الشكل. تقوم جاي هنا 90 كده مظبوط، وتطلعها قدام تطلع لفوق، تدوس اس وتخليها مثلا بالشكل ده، وتدوس كنترول ار. تدوس كنترول ار عشان تعمل كات، تقوم جاي هنا كنترول ار وتنزل بيها لتحت بالشكل ده، وتدوس رقم 3 ونشيل بقى الفيس الزيادة اللي هنا عندنا دوت، وتيجي هنا تطلع لفوق، تروح للإيديت مود، تدوس A، رايت كليك subdivided كده subdivided. بتقوم عاملين ايه بقى؟ بص بقى الحركة دي، هتدوس اد موديفاير، هتروح عند ديفورم تختار حاجة اسمها shrink warp، وتعمل سيلكت على العلبة نفسها، وتروح عند كلمة offset وتبدأ ان انت ايه تزودها سيكا بالشكل ده. تقوم جاي هنا كده عند الفرونت فيو. طيب، بص بقى، هتقوم دايس شيفت A عشان تعمل الليبل اللي تحت، هتدوس شيفت A، هتدوس ميش بلين تاني، وتبدأ انت تنزل تنزل تنزل. انا حطيتها هنا، هتقوم دايس على السكرين شوت دي. تمام كده، تيجي هنا RX 90، وتبدأ انت تكبرها ايه بالشكل ده، مش قوي يعني، تنزل تحت يعني كده مثلا بهذا الشكل مثلا، وتبدأ انت ايه تطلعها لفوق يعني كده مثلا بالشكل ده. صغرها شوية تبقى كده، تيجي هنا هنا وهنا،
كنترول جي، او انت تيجي عند بتاع نفسه وتدوس كنترول جي. طيب بص، عشان تعمل كنترول جي ممكن ما نعملش كنترول جي، مش لازم يعني نربطها ببعضها. فانت هتيجي عند الليبل، هتيجي عند كل ليبل يعني، تيجي عند الليبل الاتنين دولت، وهتقوم دايس على اسمها ايه، العبوة او العلبة يعني، خلينا نسميها علبة. حلو. وتدوس كنترول بي، keep object transform عشان يبدأوا ان هما ايه يتحركوا مع بعض. تقوم جاي هنا وجاي عند العلبة وتدوس كنترول بي، keep object transform عشان يبدأوا يتحركوا. تيجي هنا وهنا، طبعا ديت عايزين اصلا احنا نخليهم كنترول جي على طول. طيب بالشكل ده تمام. انا مش عارف هو المايك صوته عالي ولا لا، تيست تيست. طيب تمام شغال. طيب بص، كده احنا عملنا العلبة اللي بره، بس مش عارف هو ده ماله صغير كده. آه ممكن نكبره شوية بالشكل ده، بس زي الفل، فل الفل كده تمام. طيب كده العلبة خلصت، بس عايز انزل لتحت شوية، ستاب A G Z وتنزل بيه لتحت بالشكل ده كده تمام. كده اس اكس، تطولها بس شوية، ممكن تصغرها او تطولها، بس كده تمام كده زي الفل تمام. طيب كل الليبلز، تعالوا بقى نعمل الكريم اللي جوه، نشوف ازاي هنعمل. طيب بص بقى، عشان تعمل كريم هنعمله بطريقة سهلة جدا، وطبعا السهولة كلها في قناة يوسف صلاح ل 3D عشان تبقى عارف. طيب بص، هتدوس شيفت A، بعد كده تجيب سيركل حلو بالشكل ده، و بس انا مش عايزها تبقى كتير اوي كده، ثانية. هتشيلها، تدوس شيفت A تاني، تجيب سيركل، اد سيركل او البريفرنس بتاعت السيركل، هتخليها مثلا او 16، 16 تبقى مثلا بالشكل ده. حلو. وهتروح للإيديت مود، تروح للتوب فيو، هتدوس اي اس وتصغر، اي اس وتصغر، اي اس، اي اس وتصغر، اي اس وتصغر، وكده اي اس وتصغر، دوس ام اد سنتر بالشكل ده. تروح بقى للايدج مود وتختار، دوس الت، تختار مثلا الحتة دي مثلا كده، الحتة دي مثلا كده، الحتة دي مثلا، الحتة دي مثلا، تزود يعني، تخطى واحد يروح عند واحدة، تخطى واحد يروح عند الواحدة التانية، تخطى واحد يروح عند الواحدة التانية، كده تدوس جي زد وتطلع بيها ايه لفوق بالشكل ده. عادي تطلع بيها لفوق خالص. بعد كده روح لجنريت سب ديفيجن سيرفيس وزود عادي يعني. حلو. تقوم جاي هنا رايح عند الحرف وتدوس اس زد زيرو بالشكل ده. طيب عشان نعمل بقى اللفة، هتروح عند البوينت اللي احنا عملناها كده ار زد، قبل ما تعمل اي حاجة شغل الاختيار دوت كده ار زد، تبدأ انت ايه تلف بالشكل ده. ترى عملنا الكريم كده، كده نقوم ايه طالعين لفوق ومزودين ده ايه بالشكل ده كده مثلا. حلو. طبعا تحط له بقى الماتيريال، دوس اد ماتيريال وتخلي الرفنس مثلا كده مثلا. تعال مثلا نشوف شكله هيبقى عامل ازاي بهذا الشكل. طيب كده احنا عملنا الكريم، موضوع سهل جدا. انت بس عايزك ايه تركز معايا، واخليك تعمل اجمد علبة نيفيا عملتها في بلندر، او اي حاجة عموما بتشوفها على قناة بلندد ات او على قناة يوسف صلاح 3D. انت متميز تمام. فخلينا نكمل. طيب بص بقى، كده فاضل ان احنا نعمل الالومنيوم اللي فوق ونعمل الحركة تمام، ونظبط الاضاءة والباك جراوند، ويلا بينا نشوف هنعمل ازاي حتة الالومنيوم اللي بتبقى فوق دي. طيب
بص، انت اولا هتقوم رايح عند الايديت مود. حلو، تقوم رايح عند الحرف اللي هو بيبقى فوق دوت، اللي هو الايدج اللي فوق، وتدوس اف. حلو، بعد ما تدوس اف هتدوس بي سيلكشن بالشكل ده، يطلع لك ايه الجزء ده بالشكل ده اهو. بعد كده هتقوم دايس هنا اي زد، تنزل بيه لتحت. لكن اول حاجه ان انت هتشيل سب ديفيجن. حلو، وبعد كده هتقوم رايح تاني للايديت مود، وممكن تعمل ابلاي لل سوليديفاي. كده هتقوم شايل الفيس اللي تحت. حلو، و احنا عايزين تعمل سيلكت، تروح للايدج مود، تعمل سيلكت على الجزء ده والجزء ده، رايت كليك بريدج ايدج، او ممكن تدوس. طيب كده فاضل ان احنا نعمل بس اللي هو ايه، فاضل نعمل اللايتنج والموشن. فاضل نعمل بس اللي هي حته الالومنيوم اللي فوق دي. طيب بص بقى، هتدوس شيفت اي وتجيب معانا سيركل. حلو، تدوس جي زد وتطلع بيها لفوق، تقوم رايح للعلبة، تعمل كده ايه هما الاتنين مع بعض، تقوم جاي هنا وتكبرها ايه بالشكل ده. بعد كده تقوم رايح هنا سب ديفيجن، تزود تزود تزود، تطلع لفوق، تيجي هنا تبدأ بس ايه تظبطها على المقاس. كده تدوس، روح للإيديت مود الأول، كده اف، كده ايه تطلع أو تنزل لتحت بالشكل ده. انا نشيل ده دلوقتي. حلو، بعد كده هتقوم شايل الفيس اللي تحت بالشكل ده، ودلوقتي ممكن ايه تعمل سب ديفيجن. طيب الجزء اللي فوق هتقوم مثلا جاي هنا عند الايدج اللي فوق او الفيس اللي فوق، وتخلي المين كيز تخليه على الاخر بالشكل ده، ورايت كليك شيد اوتو سموث، تنزلها ايه لتحت بالشكل ده، وتبدأ بقى انت تصغرها بهذا ايه الشكل. طبعا هو الكريم ما بيكونش الحتة دي طويلة قوي كده، فايه نصغرها شوية، تبقى كده مثلا. تمام، وبيكون طبعا فيها الحتة اللي هي بتتفتح منها. انا بس عايز المين ديكريز اللي هنا ما يكونش قوي كده، يعني ممكن نقلله شوية، ممكن يكون في حتة اللي هو اللي هي الحتة دي، او انا ممكن اعملها يعني ممكن اخليه زيرو. حلو، وادوس كنترول بي واعملها مثلا ايه بالشكل ده او سموث، واقوم بقى ايه جاي هنا عند الفيس مود، وتقوم جاي هنا وهنا، وتدوس اي وزد وتنزل بيها ايه لتحت، وتصغرها ايه جي اكس، تصغرها بالشكل ده، وان انت ايه تطلعها لقدام. تيجي هنا، تيجي هنا جي اكس، وتصغرها تطلعها لفوق. تيجي هنا وهنا جي اكس، كده تطلعها لقدام جي واي بالشكل ده. حلو، كده احنا عملنا حتة الألومنيوم اللي فوق. نيجي هنا بقى ونخليها نحط لها نيو ماتيريال، نروح هنا أول عند السيرفس ونخليها جلوسي، ونخلي الرفنس بتاعها يعني كده مثلا بالشكل ده. تمام، طيب هنا طلعت حتة الكريم، احنا ممكن ننزل دي تحت ايه شوية بالشكل ده. كده احنا عملنا حتة الألومنيوم بنجاح. فاضل ان احنا بقى نعمل الريجنج وهي بتتفتح، هنحط لها بونز. حلو، عشان نعملها كأن ايه بتتلف كده وايه بتتفتح يعني. تمام، طيب. طيب بص بقى، هتقوم رايح عند الألومنيوم دوت، وهتروح عند التوب فيو، كده تدوس شيفت اي. تمام، بعد ما خلصنا هتقوم بقى ايه جاي هنا عند الحتة ديت، وتدوس اي زد وتنزل بيها ايه لتحت، او قبل ما تعمل اي حاجة تقوم رايح عند
الايدج دوت كله، وتدوس ايه زد وتنزل بيها ايه لتحت، ترجع هنا تنزل بيها لتحت، تدوس اس right click shade smooth، تقوم جاي هنا وهنا add modifier subdivided بالشكل ده. طيب خلينا نعمل subdivided دلوقتي علشان احنا لسه مخلصناش، لسه هنحط الريجنج، فاحنا هنعملها كده اي زد تنزل بيها ايه تحت اس اكس بالشكل ده، جي واي والله على قدام شوية. طيب بص بقى، تقوم جاي هنا حلو، تقوم رايح تاني هنعمل نفس الحاجة، انت هتيجي هنا بتقوم رايح عند الجزء ده تمام، هتدوس شيفت A وتقوم عامل arm richer، تقوم جاي عند الرايت فيو وتدوس R وتخليها كده كده، تروح للإيديت مود وتدوس E Y، تقوم رايح هنا كده عند في النص كده E Y، تقوم مثلا رايح هنا كده كده، أو ممكن توصلها للآخر تمام، أو ممكن تبقى هنا كده مثلا كده E Y، تقوم رايح هنا ايه كده للآخر بالشكل ده. ممكن تنزلها تحت شوية تبقى هنا كده ايه في النص بالشكل ده حلو. تقوم جاي هنا كنترول بي العكس، كنترول بي with automatic weights، طبعا مثلا كده ايه نجرب، طبعا هتلاقي هي مثلا لو حركت دي هتلاقي مثلا حتة ورا بتتحرك، فاحنا ايه هنظبطها. طيب احنا مش عايزينها كده تبقى كده، احنا هنظبطها هنعمل ايه، هتقوم رايح هنا عند الاوبجكت مود تختار معاها البوند حلو، وتقوم رايح عند الويت بينت، تقوم جاي هنا تطلع فوق وتقلل الجزء ده كده، احنا مش عايزين دولت كلهم دوت، بمعنى صح اللي هو بيقولك عايز نتحكم في اتجاهات ايه، يعني انت مثلا لو عملت مثلا حتة، لو انا زودت كده مثلا لو حطيت حتة هنا، لما هتيجي تحرك ده هتلاقي الجزء ده بيتحرك معاه، فاهميني؟ فعشان كده طيب فانا هبدأ ان انا ما اخليش هنا اي حاجة خالص، مثلا الجزء ده برضو ايه اقلله كده شوية عشان انا مش عايز اتحكم الا بس في الجزء ده، واقوم رايح هنا هتلاقوه بقى منتشر في كل حتة، فانا مش عايزه يبقى في اي حتة تانية خالص. انا مثلا ايه هخلي دوت الجزء بتاعه بس، اللي هي ايه الحتة دي كده، تقوم جاي هنا تطلع فوق تقلل دي كده خالص، تقلل من هنا وتخليها نصغر بس دي كده شوية، وتخليها مثلا ايه الجزء ده كده، تقوم جاي هنا وديت طبعا هتكبر وتقلل مثلا ممكن مثلا لحد هنا كده. فتعالوا كده نشوف تاني الريجنج هيبقى عامل ازاي كده كده كده. طبعا انا مش عايزها ايه تلف اللي هو زي اللفة اللي هي زي السجادة، انا بس عايزها ايه كأنها بتتشد كده، اللي هو بتتفتح كده تمام، تبقى اللي هو كده يعني حلو. لكن انت مثلا لو عايز تبقى شكلها احسن فممكن نظبطها عادي تاني مش مشكلة، فممكن مثلا اروح تاني للويت بينت، اجي مثلا عند اخر واحدة ديت ممكن اخليها مثلا زيادة شوية، واخليها مثلا تبدأ ان هي ايه تتحكم في الجزء ده كده شوية، واقوم جاي هنا خليها مثلا تتحكم في الجزء ده ايه شوية، واقوم جاي هنا خليها تتحكم مثلا ايه في الجزء ده كده ايه شوية، وخلي الجزء اللي قدام يتحكم ايه شوية هنا كده. لو رجعنا تاني وتيجي نجرب كده بقى شكلها مظبوط ايه اكتر، تبقى ايه بالشكل ده كده. احنا عملنا الالومنيوم تمام. انا عايز اعمل ايه، انا مثلا تعالى نطلعها لفوق كده ايه شوية، نصغرها شوية بالشكل ده. انا عايز اعمل ايه كأنها مثلا هتتفتح كده، اللي هو مثلا الكريم يقوم مثلا مفتوح كده اهو، ويقوم ده بقى ايه مشدود كده، ويقوم ايه بقى واقع بقى طاير بقى في السماء او اي حاجة.
تمام كده احنا عملنا ايه الالومنيوم. طبعا عشان مساحة التانية فنرجع تاني الماتيريال بتاعه بالشكل ده كده بهذا الشكل. ونيجي هنا نروح بس للإيديت مود ونطلع دي ايه لقدام كده شوية. بس عايزين نطلعها قدام. طيب تعالوا نظبطها كده مثلا. تمام. وممكن ان احنا نحط لها شوية سلوديفاي بس يعني مش كتير يعني. ونحطها فوق هنا كده ونقلله. ممكن هو يبقى كده مثلا بالشكل ده. تمام. ونرجع الحتة دي كده ايه لورا شوية بس. وننزل الجزء ده ايه لتحت شوية بالشكل ده كده زي الفل. كده تمام. كده الجزء الصعب خلص. كده احنا حطينا الليبلز وحطينا الالومنيوم، عملنا الكريم وعملنا الغطا، عملنا كل حاجة، عملنا الماتيريالز. فاضل بس نعمل اللايتنج الباك جراوند والحركة. الحركة ان شاء الله هتبقى كده كده ايه سهل. طبعا متنساش يكون في بارت 3 هنعمل فيه سيميليشن اللي هو ايه. انا مثلا عايز اخلي الكريم ده ميبقاش ثابت. انا مثلا عايز اعمل حركة ان هو الكريم هو جوه يقوم مثلا ايه منفجر كده وطالع بقى، والكريم يطلع بقى ويمشي في باث وكده وهكذا. تمام. طيب خلينا نكمل الفيديو. طيب بص بقى، هتدوس شيفت A، بعد كده هتقوم جايب empty، جيب كيوب وكبره مثلا كده، تروح فوق تيجي هناك في النص تلف القطع عشان هو مش مظبوط. بعد كده هتقوم منزله تحت تاني وتصغره تاني، تطلعه فوق تاني، تصغره تاني، تكبر تاني. مظبوط. طيب تقوم جايب بقى كل ده او مش كل ده، تعمل بس سيلكت على العلبة. حلو. تقوم دايس كليك على الامتي ودوس كنترول بي كيب ترانسفورم علشان ايه ان هو يبدأ يتحرك. طبعا نسينا نعمل الكريم اللي جوه والالومنيوم. فتقوم جايب البونز والالومنيوم، كنترول بي كيب ترانسفورم، والكريم اللي جوه هنا. او مش لازم تربطه بال بتاع ده الامتي. كنترول زد كنترول زد كنترول زد كنترول زد كنترول زد. تيجي هنا وهنا تعمل سيلكت على العلبة كنترول بي كيب ترانسفورم، وتقوم رايح عند الكريم، رايح عند العلبة كيب ترانسفورم، تقوم رايح عند العلبة، تقوم عامل هنا كليك على الامتي كيب ترانسفورم. وكده انت زي ايه الفل. طيب تنزل بقى ده تحت كده هذا الشكل. الدقة أهم حاجة. طبعا مثلا نشوف شكلها كده ايه في الريندر. السلام. طبعا بقى جايين هنا بقى وايه حركات، نقوم رافعين ده كده، رافعين ده كده، يقوم الكريم بقى. انا مش عارف ايه الحواف اللي عاملة ظل دي. ثانية كده دوت كده لوحده. طيب كده نشوف شكلها عامل ازاي دلوقتي. طيب عشان الحاجات دي ما تحصلش هتقوم جاي هنا وهتقوم دايس عند او تقوم رايح عند الايديت مود، تعمل سيلكت عليه كده كله وتدوس اي زد تنزل بيه لتحت ويتصغر. حلو. تقوم جاي هنا كبرها مثلا بالشكل ده وتدوس كنترول ار كده. تقوم جاي هنا اي زد كده، اي زد، اوبس، اي زد كده، سوليد الت زد كده بالشكل ده.
تمام. تعالوا كده مثلا نشوف تاني. تمام. نيجي هنا نكبر كده، ننزلها تحت شوية، نصغرها شوية. تعالوا مثلا كده من فوق، تعالوا نجيبها على الجنب كده شوية، بس مظبوط كده زي الفل. تمام. كده فاضل ايه نعمله؟ فاضل بس تعالوا نحط اضاءة. طبعا نرجع بقى ايه كله زي ما كان. ارجع مكانك، لا مش كده، ارجع مكانك تاني هنا بالشكل ده. تقوم بقى جايب باك جراوند ار اكس 90، تكبر الباك جراوند تخليها مثلا ايه بالشكل ده، ترجعها لورا، رجع لورا، تخلي مثلا لونها لبني مثلا كده بالشكل ده، او خليها بيضة، خليها بيضة بالشكل ده. وتجيب لايت، تجيب بوينت، تطلعها فوق، تيجي كده تطلع فوق، تجيبها قدام بالشكل ده، وتدوس شيفت دي تجيبها هنا، وتزود الراديوس شوية وتزود الباور شوية، وتروح هنا تشوف الشكل. طيب وانا غالبا مشغل هنا، نيجي هنا. طيب طبعا شايفين دوت مش مظبوط، فهنرجعه لورا بحيث انها تبقى ايه شكلها مظبوط بالشكل ده. طيب تقوم منزل دي كده ايه تحت، وجايب هنا وديت وجايب ديت تحت، وتزود الراديوس وتخلي لونه بامبا كده، بامبا ايه ساين، لون الساين، وتزود كده، تزود تاني. وممكن بقى ان انت تعمل ايه، تقوم رايح هنا وتحط، خليه فريز، وتحط مثلا، عايزين حاجة، ايوه ممكن تحط دي مثلا هنا، دي مثلا كده بالشكل ده. طبعا عشان ما تبانش تقوم رايح هنا عند ال render properties فيلم، تخلي transparent مش موجود بالشكل ده، ترجع ورا بالكاميرا بهذا الشكل. طبعا نحط دي هنا كده مثلا ورا، وتدوس شيفت دي وتخليها مثلا واحدة هنا، بس طبعا ترجعها بيضة تاني عشان الإضاءة. تمام كده، تمام. نحط دوت هنا. طيب دول كده الحاجات اللي احنا عملناهم، اللي هو الغطا والألومنيوم والكريم والعلبة. طيب بص بقى، أولا تعالوا بس ايه نرجع كل حاجة هنا ايه زي ما كانت. نرجع الألومنيوم، أنا مش عارف نسميه ألومنيوم ليه، معرفش هو اسمه ايه، فعشان نختصر سميته الألومنيوم. تمام. نجيبه كده، نطلعه فوق كده، نصغره كده، نجيبه هنا كده، نصغره تاني، نطلعه فوق، نجيبه كده، وممكن نطلع دي لقدام كده. طبعا نطلع دي كده، اس شيفت زد بالشكل ده. تمام. ننزل طبعا الغطا بالشكل ده. تمام. يلا بينا بقى ايه نحط الإضاءة ونعمل الحركة. طيب أولا الإضاءة بسيطة جدا، هما هنحط 3 لايتس بس. فأنت هتدوس شيفت A، هتجيب اريا، تمام، هتحط اريا من فوق بالشكل ده. حلو، نزلها تحت شوية، تكبرها شوية، ممكن تخلي لونها بنفسجي مثلا باللون ده كده. حلو.
وهتدوس شيفت دي وتحط واحدة هنا وتحط واحدة هنا، بس يكونوا يعني ايه بعاد شوية، وتصغرهم شوية بالشكل ده. حلو. تنزل دي تحت وتبدأ ان انت تعمل عليها سبوت كده بالشكل ده، بس من تحت كده مثلا. وهنا برضو ايه نفس الحكاية، ممكن نشيل دي شيفت دي. حلو. ار زد. قصدي يبقى نبعد عنك شوية كده. ممكن نخلي دي لبني مثلا بالشكل ده. تمام. تجيب بقى ايه بليس او بلين معلش، وتدوس ار اكس 90 تنزل بيها لتحت كده. تكبر دي شوية بس بالشكل ده. جي واي هنا كده، وتدوس نيو وتخليها ايه لبني بالشكل ده. وتيجي مثلا نشوف هنا، شوف هنا، طبعا شوف الكاميرا. تمام. طيب احنا ممكن نقلل بس ايه الرفنس بتاعها شوية. ممكن نخليه كده مثلا، اقصد هنا. طيب هو هنا مظبوط. احنا مش عايزين دوت، احنا عايزينه كده يكون اعلى حاجة، ونطلع الغطا فوق شوية. بس عايز اعمل حاجة هنا، هو الغطا سيكا. تمام. تمام بالشكل ده. ممكن نخلي الجزء ده مثلا طويل كده شوية. حلو. ممكن نخلي الجزء ده مثلا فوق كده شوية، بره شوية كده مثلا. وهنا ممكن انزل دي تحت كده شوية. تمام. وهنا انزل ده ايه كده تحت شوية. تمام بالشكل ده. تعال مثلا نشوف الفيو. نخلي دوت غامق شوية، مش غامق يعني، يكون يعني في ايوان هي دي. ونجيب دوت ممكن نزود الباور بتاعه شوية، وهنا نزود الباور، هنا نزود الباور بتاعه شوية، ومن فوق نزود الباور بتاعه شوية. ونروح للكاميرا، وترى عملنا شكل واقعي للكريم، شكله جامد للكريم اللي جوه. طيب كده مفضلش غير اخر حاجة، واللي هي الموشن. يلا بينا نشوف هنعملها ازاي. طيب بص، هو انا بعتذر اولا، الجهاز مش عارف، او البرنامج قفل، فانا ما عملتش السيف. تمام. وطبعا السيف از ما عملتش، فاضطريت ان انا اعمل من بداية الامبتي. تمام. وطبعا عملت الاضاءة تاني زي ما كنا عاملينها، وكله تمام زي الفل. وكنت بسجل وطلعت اصلا ما بسجلش. حلو. وعملت الحركة وكل حاجة. فاحنا هنعملها تاني من الاول. فمثلا هنا اشيل الكي فريم ده خالص، وهنا نشيل الكي فريم اللي هنا خالص زي الفل. طيب الحركة بقى هنعملها ازاي؟ بص يا باشا، اولا الحركة سهلة جدا. احنا اقول لك الجايد. دي الكاميرا. تمام. هو اولا الكريم فوق هيكون فوق الكاميرا، وانت هتحط كي فريم على الكاميرا. تمام. يعني هتحط كي فريم على الكاميرا في فريم رقم واحد. تقدم قدام شوية مثلا عند فريم 50. حلو. وعند فريم 50 انت هترجع تاني لفريم 1 وتحط ايه كي فريم على الامتي. تطلع هنا مثلا قدام بالشكل ده، وتقوم منزل الكريم لحد هنا بالشكل ده، وتدوس اي.
بعد كده في نفس الكي فريم هتدوس ار اكس، تبدأ ان انت تخلي الكريم بالوضعية دي، وتدوس اي. حلو، تلاقي الكريم نازل كده. وقدام بقى يعني عند فريم مثلا 100 هتخلي الكريم مثلا يبدأ ان هو يلف بالشكل ده ويقف هنا، وتدوس اي. طيب انا عايزه مثلا هنا في الحتة دي ان هو يرجع سنة لورا، فانا هقرب هنا مثلا قدام شوية، اجي مثلا عند 110 واخليه مثلا اللي هو ايه يرجع لورا كده شوية ويميل قدام كده، يجي كده مثلا. طيب انا مش عايزها كده اصلا، فممكن نيجي هنا رايت كليك تخلي الانتربليشن مود، خليه بيزر بالشكل ده. مثلا كده، او بدل ما نعمل كي فريم جديد انت ممكن في نفس الكي فريم مثلا تدوس ار كده. حلو، وتلف مثلا لورا كده شوية، بعد كده تحط كي فريم تاني وتقوم مثلا عامل نفس الحاجة اللي انا قلتها لك، بس ايه حاجة تانية، وتحطه هنا كده وتدوس اي، وتيجي هنا رايت كليك تروح عند انتربشن مود وتدوس باك. حلو، تبقى مثلا بايه بالشكل ده. بعد بقى ما يعمل الحركة ديت، طبعا انا هنا في ثانية واحدة. طيب بص، انا هنا طبعا عملت الحركة بتاعة الألومنيوم، فهشيلها خالص وتدوس ار، كنترول ار، تدوس اي كده تمام. طيب كده تمام، نرجع تاني. كنا واقفين عند فريم 110، تيجي مثلا هنا مثلا كده، ترجع بس للفريم الاولاني تاني وتدوس اي، تدوس اي على الغطا، تطلع قدام لفريم 115 مثلا وتدوس جي زد مرتين، وتطلع مثلا يطلع مثلا الغطا كده. او او ان انت ممكن مثلا تخلي الغطا يلف مثلا، يعني يلف كده، وتدوس اي، تيجي هنا تعمل دبليكيت للفريم اللي انت حطيته في الاول هنا كده ايه مثلا، بحيث ان هو مثلا لما ينزل يكون الغطا ايه بيتفك. نيجي هنا مثلا يقوم ايه الغطا لافف، بس ارجع هنا لافف كده مثلا، ودوس اي، يقوم مثلا ثابت شوية بالشكل ده. بعد كده يقوم ايه، مش هنا بقى، ممكن مثلا عند فريم 30 يقوم ايه مفتوح بالشكل ده، وتدوس اي مثلا كده نشوف كده. طبعا هو بيتفتح، انا عايز طبعا الالومنيوم يتفتح معاه، فانت هترجع تاني لفريم رقم 1 وتدوس اي، تطلع قدام وهو مثلا بيلف وهو بيتفتح بقى، مثلا في الحتة عند فريم مثلا 40 او 40، او خليها 50 عشان الالومنيوم او الغطا بتاع الالومنيوم يبان بالشكل بالشكل ده. حلو، وهتدوس اي ترجع تاني معلش عند فريم رقم 1 تاني، وتدوس اي على البونز وتروح للبوز مود، وتيجي هنا عند فريم 50، وتقوم جاي هنا بقى وتدوس ار اكس مرتين، تقوم هنا ار اكس مرتين، ترجع ار اكس مرتين، تيجي هنا بقى في الاخر. اه سوري، انت هتروح عند كل بون وتحط الكي بتاعه، فانت مثلا هتدوس هنا ار اكس مرتين وتفتح كده وتدوس اي، تدوس هنا ار اكس مرتين وتدوس اي كده، ار اكس مرتين وتدوس اي، وهنا ار اكس مرتين وتدوس اي. وهنا بقى ممكن هو بيتفتح كده مثلا ايه الاخر كده، فممكن هو مثلا يقع او يطير
مثلا، او مش ممكن يطير مثلا كده في اي حتة، مش هتفرق. اوبس، لازم نعمل الحركة دي في كي فريم تاني، يقوم مثلا هنا ايه طاير كده ايه بالشكل ده. فتعالوا و ثانية، هو تقريبا نحط كي فريم عند فريم رقم 1، ار اكس مرتين، وندوس اي، تيجي هنا ار اكس مرتين وتدوس اي، هنا ار اكس مرتين وتدوس اي. طيب بص، انا اكتشفت ايه المشكلة. انت اول حاجة هتدوس هنا ايه اي، حلو، وتحط دوس شيفت دي وتبدأ انت ايه تحركه قدام. نشيل بس دوت الاول، مثلا تحركه هنا عند الجزء ده كده، حلو. هو هيكون مثلا ايه بيتفتح، وتقوم انت جاي مثلا هنا عند الكي فريم دوت وتدوس ار اكس هنا، وتدوس كده تدوس اي كده، هنا ار اكس مرتين تدوس اي كده، هنا ار اكس مرتين وتدوس اي، وهنا ار اكس مرتين وتدوس اي ويتفتح كده. تمام. هنا هتلاقيه ما عملش حاجة، او هتلاقيه ثابت في مكانه. تمام، يعني هتلاقيه ثابت كده. فانت هتعمل ايه؟ انت هترجع تاني للفريم الاول، حلو. هتدوس A على كل البونز وتدوس R او Alt R وتدوس I، حلو. هتلاقيه يفتح معاك بالطريقة اللي احنا ايه عايزينها، لكن مش عايزينه يفتح وهو يعني يطلع من الغطا. فهتروح للفريم الاول وتدوس شيفت دي، مثلا توصله لحد هنا، وتاخد التلات فريمات او الثري كي فريم اللي عندك وتحطهم هنا كده مثلا. يقوم هو لافف، يقوم ايه هو بيتفتح. مثلا نشوف قدام، ممكن نزود دي قدام شوية مثلا لحد هنا، نرجعها ورا شوية، وهو والخطأ ايه بيتفتح بالشكل ده، حلو. ممكن هنا بقى ايه نقوم مخليين اللي هو غطا الألومنيوم يطير، يعني مثلا كده مثلا، وندوس اي بالشكل ده. يعني ايه ينزل تحت كده، اللي هو مش يطير، اللي هو يعني اللي هو كده مثلا، بس نقربه تحت شوية، ننزل تحت وندوس اي. ممكن نشيل دوت الفريم خالص، ونقوم ايه منزلينه تحت كده. هنا نرجع هنا وندوس ار اكس مرتين وندوس اي مثلا بالشكل ده. هو مثلا بيعمل كده، ممكن نخليها مثلا ايه تقع، تلف مثلا يمين كده بالشكل ده. تمام. طيب ديت كده الحركة، فاضل نعمل بقى ايه حركة
طبعا هو هنا هيكون ايه كده مثلا. تمام. وتدوس اي. انا عايز ستارت واحد هنا، وتدوس هنا اي. حلو. بعد كده تقوم مثلا هو بينزل كده 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 بيلف. وهو بيلف مثلا تقوم الكاميرا عاملة زوم بالشكل ده مثلا، كده مثلا لحد هنا. وهو بقى الغطا بيتفتح، تقوم مثلا ايه الكاميرا راجعة تاني، يعني شوية كده مثلا. او ممكن وهي مثلا بتلف، تعالوا مثلا نعمل حركة حلوة. هتدوس شيفت A وتروح عند empty وتختار مثلا كيوب. حلو. كبره أو هو كبير اصلا. طيب هو كان كبير فاحنا هنصغره. صغر. صغر. اطلع فوق فوق وصغر. بتقوم فين الكاميرا؟ تقوم رايح عند الكاميرا، تعمل لها كنترول بي مع الكيوب عشان نعملها مثلا ايه روتيت. فانت هترجع تاني هتدوس اي بس لكن عند ال empty cube. هو مثلا ممكن هو بيلف مثلا تقوم ايه الكاميرا لفة معاها مثلا كده اهو بالشكل ده. بس مش عايزينها دلوقتي اصلا. دوس شيفت دي مثلا ممكن هنا، مش عايزينها فجأة كده فاحنا هنبعد دي كده ورا خالص. متشالة وتقع. طيب احنا ممكن نعمل حاجة حلوة. ممكن مثلا نخلي الكاميرا مثلا تلف اللي هو ايه اوربت مثلا، نص اوربت او ربع اوربت كده مثلا رايت اوربت. فتعمل ايه؟ دي معلومة على فكرة. هتدوس شيفت A و empty cube بالشكل ده. حلو. تصغره شوية بس او مش لازم تصغره مش فارقة. تقوم رايح عند الكاميرا، تيجي هنا كنترول بي كيب ترانسفورم. بعد كده تقوم جاي هنا هنا وتحط كي فريم على اول يعني كي فريم رقم واحد. ومثلا بينزل كده وهو بيلف ممكن تخلي مثلا الكاميرا ايه تلف مع السيكة كده. ممكن تكبر الكادر شوية، تلف مثلا. اه لا مش انت هنا. كنت مثلا تلف كده سيكة وتدوس اي هنا كده مثلا. وما لفش سيكة ولا لف كتير اوي. فين الامتي؟ وانا غالبا لفيت الكاميرا ولا ايه؟ اه لا اهو هنا. عايزينه بس هو يلف حتة صغيرة كده مش كتير. كبر دي شوية وبس كده مثلا. حلو. تقوم الكاميرا مثلا وهي بتقرب، مثلا الكاميرا بتقرب تقوم فين الامتي هنا. وتقوم مثلا نخليها تلف تاني كده. لكن تقوم عايزين نخلي ده ايه كبير طويل كده مثلا. وتقوم رايح عند الامتي وتدوس اي. طبعا احنا خلاص خلصنا الحركة، انا بس بوريك ايه اضافات يعني لو عايز تعمل كده مثلا. ممكن احنا نعمل كده، نرجع دول كده ايه لورا بالشكل ده. طيب انا مكنتش عايز اعملها كده اصلا، بس احنا ممكن ايه نزود الحتة دي ان هي مثلا بتلف يقوم مقرب يقوم لافف تاني، بس عايزينها الحركة بطيئة شوية كده. في تقطيعات كتير انا مش بص نصيحة مني لما تعمل شغل ما تخليش مثلا الكاميرا تقوم لفة تقوم واقفة تقوم بعد كده لفة تقوم واقفة بعد كده تعمل حركة تاني. خلي الحركات كلها ايه لازقة في بعض.
فعشان ما اطولش عليكم، احنا ممكن بس نخلي الكاميرا تلف مثلا اللي هو ايه لفة بسيطة كده، تمام، وتدوس اي تطلع قدام، وتدوس اي زد وتخليها لفة بسيطة كده ايه خفيفة كده كده بالظبط، وتقوم ايه بتاع مرفوع وزي الفل. وبس كده، دوت كان نهاية الفيديو. متنساش طبعا اللايك والسبسكرايب. بس قبل ما انهي، تعالى اوريك السيتنجز بتاعت الريندر عشان يبقى شكله احلى. طيب انت هتروح عند ال render properties، تنزل تحت تحت تحت، تروح عند color management. انت غالبا يا اما هتلاقيها AGX، يا اما هتلاقيها filmic، يا اما هتلاقيها standard. تمام، انت لا هتخليهم ولا واحدة من دول، انت هتخليهم اللي هو ال Carsons، تمام، عشان يبقى شكله احلى. ممكن تخلي بقى high contrast، هتخلي او very low contrast، وهكذا. تمام، وبس كده، دوت كان نهاية الفيديو. متنساش اللايك والسبسكرايب. كان معاكم يوسف صلاح 3D، وسلام.